وقفنا الحلقه اللي فاتت عزيزي المشاهد لما مجموعه الصيادين دخلوا مغاره فيها تماثيل عملاقه، ولكن كان في تمثال من التماثيل اللي موجودين كان قاعد على كرسي وكان اكبر من التماثيل اللي موجوده كلها، وكان في لوحه مكتوب عليها مجدوا الاله وعظموا الاله واظهروا ولاءكم للاله. ومره واحده عزيزي المشاهد والصيادين موجودين باب المغاره اتقفل عليهم، وابتدت التماثيل تتحرك وتفشخ في الصيادين وتقتل فيهم واحد ورا التاني. فيا ترى البطل بتاعنا سونج هيعرف ينجو من التماثيل ديت ولا مش هيعرف؟ ده اللي هنعرفه الحلقه ديت عزيزي المشاهد. فانزل بسرعه عايز تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصلك الحلقات الجديده، ويلا بينا. ومجموعه الصيادين كانوا واقفين، الواد سونج مره واحده قال لهم انبطوا حالا انبطوا حالا انت وهو، انا بسرعه خلي بالكوا يالا. وراح مره واحده التمثال الكبير عزيزي المشاهد اللي قاعد على الكرسي مطلع ليزر ونار من عينيه وكان هيقتل بيها الصيادين كلهم، بس الحمد لله قدر ولطف عزيزي المشاهد والليزر ما اصابش ولا واحد من الصيادين ومفيش حد مات. قام القائد بتاع المهمه جه ومكلم الواد سونج وقال له كتر خيرك يا ولا يا سونج، كتر خيرك يا ولا يا سونج، احنا لولا ان انت قلت لنا انبطح يا ولا يا سونج كان زماننا كلنا ميتين. اكيد يا ولا يا سونج انت عندك قوه ملاحظه عاليه عشان كده عرفت ان التمثال دوت هيهاجمنا. الواد سونج راح قايل للقائد بتاعه بصراحه ربنا يا عم القائد انا ولا عندي قوه ملاحظه ولا عندي نيله، انا كل ما في الموضوع اللي انا خايف وهعملها على روحي من كتر الخوف فرحت قايل لكم بطحوا كده وخلاص. ولا احلى حاجه بحبها في الواد سونج دوت صراحته، على الرغم من ان صراحته ديت خلت منظره شبه البوكسر المبلول، لكن الواد سونج ما عندوش يما ارحميه في الصراحه ولا بنخاف. وواحد من مجموعه الصيادين قال انا قدرتي السحريه هي السرعه الخارقه، اكيد لو فعلت قوتي القصوى واستخدمت سرعتي الخارقه وجريت ناحيه البوابه التماثيل دي مش هتلحق تمسكني وتقتلني. وبالفعل عزيزي المشاهد الصياد دوت بيفعل قوته الخارقه وبيجري ناحيه البوابه، لكنه حتى قبل ما بيوصل البوابه بيكون معمول معاه الهونجا بونجا ومش بيبقى منه غير الجزمه بتاعته. لك ان تتخيل بقى ايه اللي حصل مع عزيزي المشاهد. والواد سونج مره واحده بيبتدي يشغل دماغه وبتجيله فكره ذهبيه وبيقول يا جماعه اللوحه اللي موجوده على باب المغاره مكتوب فيها عظموا الاله. فسونج بيقول لكل مجموعه الصيادين اللي معاه اسجدوا بسرعه كلكم ناحيه التمثال والعياذ بالله. يا كافر يا ملحد يا ابن اتبخص عليك وعلى البط اللي جابتك. وبالفعل عزيزي المشاهد كل الصيادين بيبتدوا يسجدوا ناحيه التمثال، والتمثال فعلا هنا بيتوقف وما بيقتلش اي حد من الصيادين، وبالعكس عزيزي المشاهد التمثال بيترسم على وشه ضحكه شيطانيه. واول ما التمثال بيترسم على وشه الضحكه واحد من الصيادين بيقوم يقف وبيقول الحمد لله يا جماعه الحمد لله التمثال مش هيفشخنا تاني. وبكده قدرنا نخلص المهمه. والصياد دوت كان لسه طالع من البوابه اتعامل معاه الهونجا بونجا زي ما اتعامل مع زميله اللي من شويه بالظبط. ومن موقع هذا احب اقول له احب اقول له احسن مش انت حبيبي اللي رحت تسجد للتماثيل يا بابا، خلي التماثيل تنفعك يا حبيبي. والواد سونج بيقول لهم لا يا جماعه المهمه ما خلصتش، احنا عملنا المرحله الاولى من المهمه بس وهي ان نعظمنا الاله، المفروض نمجد الاله يعني نقعد نقول له كلام حلو كده ونشكر فيه. حسب الله ونعم الوكيل في مؤلف الانمي والله يا جماعه. ده انت كافر. ويا اسطى التمثال العملاق دوت بيبتدي يقوم يقف من الكرسي اللي هو كان قاعد عليه وبيبتدي يجري ورا الصيادين ويدوس عليهم واحد واحد. وواحد من الصيادين قال يا جماعه انا بعرف في اللغات القديمه وهعظم وهمجد الاله باللغات دي. والصياد ده يا اسطى وقف قدام التمثال وقعد يقول له كلام حلو ويقول له انت الاله العظيم وانت الجامد بوفتيكا وانت اللي بتعمل كل حاجه. وهنا يا اسطى التمثال عمل مع الصياد دوت حاجه بتحصل مع كل طالب موجود على مستوى العالم، هو داس على كرامته زي ما الامتحانات بتدوس على كرامتنا كده. لا عايزين مشاهده وحرفيا داس على كرامته وفعصه في الارض. والواد سونج هنا شغل البطاطسيه اللي في دماغه للمره الثانيه وقعد يقول نعظم الاله ازاي نعظم الاله ازاي. والواد سونج هنا خد باله ان في تماثيل من اللي موجوده ماسكه الات موسيقيه، فسونج قال لكل الصيادين بسرعه يا جماعه وروحوا اقفوا عند التماثيل اللي ماسكه الات موسيقيه. وفعلا عايزين مشاهد كل واحد من الصيادين كان عمال يجري ويفلسع عشان يلحق يقف قدام تمثال من اللي ماسكين الات موسيقيه، وكله كان عمال يجري عشان يلحق تمثال من اللي ماسكين الات موسيقيه قبل ما التمثال الكبير دوت يلحقهم ويدوس عليهم ويعملهم ستيكر في الارض. والواد سونج برده كان عمال يجري والتمثال الكبير دوت كان عمال يجري وراه، وسونج يقول له والنبي يا عم سيبنا يا عم ابوس ايدك يا عم، والتمثال الكبير يقول له اللي هلمحه همرجحه مفيش حاجه اسمها سيبني. والواد سونج اتكعبل على وشه في الارض وقعد يزحف ناحيه التمثال اللي ماسك آلة موسيقيه، بس للاسف يا جماعه التمثال الكبير دوت داس عليه. والواد سونج على الرغم من ان التمثال الكبير دوت دايس عليه قعد يزحف برده ناحيه
الآلة الموسيقية. الواد سونج رجليه اتقطعت يا جماعة ولسه مكمل زحف ناحية التمثال اللي ماسك آلة موسيقية. ومن موقعي هذا احب اقول لك تستاهل يا سونج، تستاهل يا سونج، لان انت حبيبي اللي رحت تسجد لتمثال، كنت تسجد لربنا يا وسخ بدل ما تسجد للتماثيل. انتوا ربنا في دينكم يا وسخين. ادي قام وفشخك وداس على رجلك وقطعها لك وكان هيعمل معاك الهونجا بونجا. واول ما الصيادين كلهم ما بقوا واقفين قدام التماثيل اللي ماسكين آلات موسيقية والتماثيل ديت ابتدت تعزف مقطوعات موسيقية، التمثال الكبير العملاق الضخم جدا اصلا بقى رجع تاني عشان يقعد على الكرسي او العرش بتاعه، وراح مشاور بايديه كده مطلع زي صخرة كبيرة من نص القاع. والصيادين قعدوا يسألوا بعض هو ايه ده يا جماعة، هو ايه الصخرة العملاقة اللي طلعت من نص القاع ده يا جماعة؟ الواد سونج قال لهم احنا اول مرحلة مجدنا الاله وتاني مرحلة عظمنا الاله، دي بقى المرحلة التالتة اللي المفروض نثبت فيها ايماننا بالاله. فواحد من اللي كانوا واقفين سأل الواد سونج يعني احنا المفروض نعمل ايه دلوقتي يا سونج؟ فالواد سونج قال له مش محتاجة فكاكة يعني ابو العريف، مش محتاجة ذكاء يعني، لازم حد فينا يضحي بنفسه على صخرة المذبح دي عشان نقدمه كقربان للاله والعياذ بالله. وهنا واحد من الصيادين رفع السيف بتاعه وحطه على رقبة القائد بتاع الصيادين وقال له انت اللي هتضحي بنفسك يا قائد، انت اللي هتضحي بنفسك يا باشا، لان انت اللي اقترحت علينا نخش المغارة الفقر اللي زي وشك دي، ومن ساعة ما دخلناها عمالين نموت ونتقتل ويتداس على كرامتنا ونتسحل في المغارة كلها، فانت يابا بالصلاة على النبي زي ما اقترحت علينا اننا نخش المغارة ديت فانت اللي هتضحي بنفسك عشان احنا نطلع. والقائد قال لهم خلاص يا جماعة، خلاص يا جماعة انا هضحي بنفسي يا جماعة، انا هضحي بنفسي يا جماعة عشان انقذكم كلكم يا جماعة. والقائد فعلا راح وقف عند صخرة المذبح، بس لما راح ما حصلش اي حاجة، كل اللي حصل ان في شعلة نار حمراء نورت بس القائد ما حصلوش اي حاجة. فالواد سونج قعد يفكر شوية ويشغل البطاطساية اللي في دماغه وقال لهم يا جدعان انا عرفت خلاص ايه اللي المفروض نعمله، المفروض يا جدعان كلنا نروح نقف في الدايرة اللي موجودة حوالين صخرة المذبح. ولما الصيادين راحوا وقفوا عند الدورية اللي موجودة حوالين صخرة المذبح راحت منورة دورية من النيران الحمراء، وكل شعلة من النيران الحمراء ديت بتمثل اعداد الصيادين اللي موجودين، يعني بمعنى اصح كان موجود 6 شعل من النيران الحمراء بعدد 6 صيادين موجودين جوه الدايرة. ودورية تاني من النيران اشتغلت بس من النيران الزرقاء مش الحمراء يا جماعة، بس لاحظوا ان شعل النيران الزرقاء ديت عمالة تطفي شعلة ورا التانية، والتماثيل ابتدت تتحرك وتروح ناحية صخرة المذبح وهم شايلين السيوف والفؤوس بتاعتهم. واحد من الصيادين بيسأل الواد سونج يا سونج هو احنا كلنا هنتقدم كتضحية ولا ايه ولا سونج؟ شكلي كده والله اعلم ولا سونج التماثيل ديت هتيجي تقدمنا كلنا كتضحية وقربان. وفي وسط يا جماعة ما التماثيل العملاقة ديت بتتحرك وشايلة السيوف بتاعتها ومتجهة ناحية صخرة المذبح، الباب بتاع القاعة اللي هم فيها اتفتح. والواد سونج لاحظ حاجة كمان غير ان باب القاعة اتفتح، الواد سونج لاحظ انه لما بيبص للتماثيل ديت التماثيل بتقف عن الحركة وما بتجيش ناحيته. وهنا الواد سونج فهم يعني ايه اثبتوا ايمانكم للاله، الواد سونج فهم الاختبار الاخير مطلوب منه ايه يا جماعة. الواد سونج فهم ان النار الزرقاء او الشعل الزرقاء اللي مولعة ديت عاملة زي الساعة او التايمر، وان الصيادين المفروض يفضلوا واقفين في قلب الدايرة وباصين للتماثيل اللي ماسكة سيوف وبتتجه عليهم عشان ما تتحركش لحد اما الشعل الزرقاء دي كلها تطفي. بمعنى اصح ده اختبار بيختبر نفسيتك وقوة ايمانك بالاله، هل انت هتقدر واقف في وسط الدايرة ومقتنع ان الاله بتاعك هيحميك من التماثيل اللي متجهة عليك ديت ولا لا؟ وهل هتقدر تصمد لحد اما اخر شعلة من الشعل الزرقاء ديت تطفي، ولا انت هتجري وتهرب وتخرج من الباب؟ بس الصيادين عايزين مشاهد ما قدروش يستحملوا وابتدوا يخرجوا من الباب واحد ورا التاني لحد اما بقى الواد سونج لوحده يا جماعة، وخلاص التماثيل عمالة تتحرك وتقترب عليه، وخلاص عايزين مشاهد مش متبقي غير 4 شعل زرقاء عشان خاطر الساعة تخلص. الواد سونج قال لازم انجو بحياتي لحد اما ال4 شعل زرقاء دول يطفوا، ولو اتطفوا ال4 شعل زرقاء ديت كده هكون خلصت الاختبارات وهقدر اطلع من المغارة. بس عايزين مشاهد عايز اقول لك ان الواد سونج اتمسح بكرامته، بلاط المغارة بلاطة بلاط، التماثيل كلها يا اسطى عملت معاه الجلاشة والهونجا بونجا وخدته فوق سطح الواد حمادة وعملوا معاه حاجات عيب كتير قوي، اتعمل معاه كل العيب اللي ممكن يحصل في الدنيا. عايزين مشاهد واحب استغل الفرصة والواد سونج بيتفشخ واقول لك عايزين مشاهد انزل اشترك في القناة يا اسطى وحات انزل يا اسطى اشترك في القناة عشان بننزل ملخصات انمي تقريبا كل يوم وبنخربها، فانزل يا اسطى بسرعة اشترك في القناة عشان تتضم لعيلة ملخصات نور واعمل لايك للفيديو بسرعة. ويلا بينا نكمل نشوف واد سونج حصل له ايه. وواحد من التماثيل المفترية عايزين مشاهد راح طعن
الواد سونج في صدره ورفع الواد سونج في الهواء وراح هوبا مره واحده رميه على صخره المد، والتمثال بيرفع السيف بتاع عظيم مشاهد عشان ينزل على الواد سونج ويديله الضربه الاخيره اللي هتوديه للعالم الاخر. الواد سونج يا عيني كان عمال يفتكر في امه اللي عيانه اللي كان عايز يعالجها وفي اخته اللي كان عايز يدفع لها مصاريف الجامعه ويعلمها. الواد سونج بيقول خلاص هي دي نهايتي، وخلاص التمثال بينزل على الواد سونج عشان يشقه نصين زي الشاورما السوري عظيم مشاهد. ولكن هنا الشعله الاخيره من النار بتطفي والساعه بتخلص، وهنا بتظهر شاشه قدام الواد سونج وبيجيله رساله بتقول له ولا سونج لو انت عايز تاخد نظام الاله وتبقى لاعب في نظام الاله دوس نعم، لكن لو انت ما دوستش نعم قلبك هيتوقف في خلال 3 ثواني. احلى حاجه في النظام دوت الديمقراطيه وحريه الاختيار والتعبير، يعني النظام بيقول له لا تختار نعم لا اما تموت في خلال ثانيتين بالظبط عايزين مشاهد، زي كده لما ابوك يقول لك لا اما هتخش تذاكر لا اما هاخدك فوق سطح الواد حماده واعمل معاك الجلاش. والواد سونج هنا عايزين مشاهد بيختار نعم اود ان اكون لاعب في هذا النظام الجامد بوفتيكا. فيا ترى عايزين مشاهد ايه اللي هيحصل مع الواد سونج، ويعني ايه هيكون لاعب في هذا النظام، والنظام دوت هيعمل له ايه بالظبط، ويا ترى الواد سونج هيعيش ولا هيموت وهيرجع لامه وهيعالجها ويدخل اخته الجامعه ويجوز البت جوهي، ولا هيحصل ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه الحلقه الجايه. فانزل يا اسطى اشترك في القناه بسرعه يا اسطى واعمل لايك للفيديو حات امك يا اسطى. وكان معاكم نور من قناه ملخصات نور، وبس كده، سلام.